السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رموز السحر في المنام. أحلام لا يراها إلا المسحور. الرؤى والأحلام من أكتر الأدلة اللي بتعرفك إنك مسحور أو عندك أذى. والرؤية حبايبي يا إما تحذيرية يا إما تبشيرية، فأنت ممكن تعرف إيه في حياتك من خلال رؤية معينة أو حلم معين حلمت بيه. فممكن تكون حياتك متعطلة أو عندك وقف حال معين في أي موضوع، أو تعبان أو عندك تعب معين وانت مش عارف ايه وقف الحال ده جالي منين، التعطيل ده منين، أنا تعبان بروح للدكتور بيقول مفيش حاجة. ولكن حبايبي من خلال حلم أو رؤية فبتعرف انت ايه عندك ايه بالظبط. تعالوا يا حبايبي نتابع مع بعض، بس قبل ما نتابع بفكركم بالاشتراك واللايك والتعليق في الكومنتات، بالصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم. أول رمز يا حبايبي في رموز السحر إنك تشوف الطلاسم أو النجم اللي بيتعمل بها الأسحار. لو شفت شخص بيتكلم بتمتمة وبصوت مش مفهوم قدامك فتعرف إن هو بيرتب لك سحر أو اتعمل لك سحر بالفعل. ورش المية يا حبايبي على عتبة الباب، بس بترش بطريقة معينة، بترش من غير كلام. اللي شفت الإنسان اللي بيرش ده بيرش وهو في صمت ما بيتكلمش، فده تعرف إن اتعمل لك سحر. تاني رمز يا حبايبي هو السم. تشوف في المنام إن في طعام قدامك بس الطعام ده فيه سم، أو شفت حقنة قدامك وإنسان بيديك الحقنة دي بس بينك وبين نفسك عارف ومتأكد إن الحقنة دي فيها سحر، فده هو لازم تعرف إن ده هو سحر اتعمل لك. وإذا شفت في المنام كلمة سمسم فده معناه إن في سحر فعلا اتعمل لك، لأن كلمة سم نصها سم وتاني النص التاني سم برضه، فده معناه إن ده سحر اتعمل لك. ولو شفت اسم سحر في المنام فده برضه سحر اتعمل لك. تالت رمز يا حبايبي وهو رمز الثعبان. لو شفت ثعبان ضخم وكبير وبيجري وراك أو تعابين كتيرة فده معناه برضو سحر اتعمل لك. لو شفت عضة الثعبان عضك أصابك الثعبان في أي موضع من مواضع جسمك فده سحر اتعمل لك. الرمز الرابع يا حبايبي هو هروبك من الحيوانات، والحيوانات بتجري وراك، ولو شفتها لدى عضتك أو لدغتك فده معناه سحر اتعمل لك برضو، وده أكبر دليل على إصابتك بالسحر. الرمز الخامس يا حبايبي وهو الربط بالحبال أو التقييد. لو شفت نفسك في المنام إنك مربوط بالحبال ومقيد فده معناه إصابتك بسحر. والرمز الأخير يا حبايبي المقابر مش كلها سحر، يعني مش كلها كويسة ومش كلها حلوة. في رؤيا المقابر اللي فيها أسحار هنذكرها لكم دلوقتي. يعني لو شفت نفسك داخل المقابر وفي حد بيجري وراك أو أخدك بالقوة ووضعك في القبر واعتدى عليك فده معناه إصابتك بسحر، ولازم اتباع رقية شرعية والتحصين. وأخيرا حبايبي ما تهملوش الرؤية ولا المنام اللي بتشوفه. والعلاج يا حبايبي بيكون برقية شرعية والتحصين وأذكار الصباح والمساء، ويكون لك ورد يومي. وأسأل الله لي ولكم العفو والعافية والشفاء من كل داء. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.